أعزائي متابعين قناة تركاية وحكاية الكرام، أهلا بكم. حبيت أشارك معاكم أجواء محافظة اسكندرية في ثالث أيام موسم الشتاء. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة الجمعة 23 ديسمبر. حضراتكم عارفين إن فصل الشتاء بيبدأ فلكيا يوم 21 ديسمبر من كل عام، واليوم ده بيكون أقصر أيام السنة، يعني بيكون النهار قصير بعكس فترة الليل. احنا فين دلوقتي؟ احنا في منطقة ميامي، وبالظبط امام جزيرة ميامي. زي ما حضراتكم شايفين الجو جميل جدا رغم بداية موسم الشتاء. زي ما قلنا لحضراتكم اسكندرية جميلة في كل اوقاتها وفي كل حالاتها. عشاقها في اي حتة في العالم واي مكان في اقاليم مصر بيحبوها وبيعشقوها، سواء في الصيف او في الشتاء، وفي كل حالاتها وفي كل اوقاتها. حبيت اشارك مع حضراتكم النهارده اليوم والجو الجميل والمكان الرائع اللي حضراتكم بتشوفوه معايا. وكنا غطينا المكان ده قبل كده في حلقه وشرحنا جزيره ميامي وقلنا تاريخها، وقلنا ان فيها اثار رومانيه، جبانات رومانيه موجوده في جزيره ميامي، وقلنا تاريخها. هسيبها لحضراتكم في صندوق الوصف وفي الاي فوق لو تحبوا ترجعوا للحلقه دي. انا اخوكم مراد محمود، ودي قناتكم تركاية وحكاية، القناه المهتمه بكل ما يشغل البال للشارع السكندري واي حاجه بتتم في اسكندريه، سواء المشاريع الجديده او تاريخها او اي حاجه في محافظه اسكندريه. ارجوكم دلوقتي اشتركوا معايا في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل الحلقات الجديده لو حابين تتابعوا كل ما هو جديد في محافظه اسكندريه. وما تنسوش تعملوا لايك للحلقه وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. هسيبكم دلوقتي مع الجمال ده كله، وانتظرونا في متابعات تانية كتير عن محافظتنا الجميلة.